محافظة القاهرة في مصر صحيت بنت من النوم بدري بتبص على موبايلها واترعبت من اللي شافته. رسالة مكتوب فيها: أنا معايا كل صورك، يا تدفعي يا إما هنشر. البنت وقفت في مكانها وقلبها دق بسرعة. إزاي حد يبقى عارف يوصل للصور اللي عندي على الموبايل؟ أنا ما وثقتش في حد غريب، أنا ما بعتش الصور دي لأي حد. إزاي؟ ومن ورا شاشة الموبايل كان في ذكر من محافظات الدلتا قدر إن هو يوصل لكل الصور اللي عندها على الموبايل. وده ما حصلش مع بنت واحدة بس، ده حصل مع أكتر من 100 بنت، كلهم تحت السن القانوني وكلهم قاصرات. ويعم الخوف عليهم، يبقوا مرعوبين مش عارفين يعملوا ايه. المتهم كان مقيم في أحد محافظات الدلتا المصرية، لم يتم الإفصاح عن اسمه وهويته الرسمية في السجلات الرسمية حتى الآن، والقضية تم الإفصاح عنها في سنة 2021 و2022. راجل واحد في محافظة من محافظات الدلتا بموبايل وشوية معلومات تقنية بسيطة جدا. الطريقة كانت سهلة وممنهجة، بيدخل على حسابات التواصل بتاعة البنات ويقعد يقلب في الصور فترات طويلة يفهم مين البنت دي، بتعمل ايه، مين صحابها، عايشة فين، وبمعايير محددة بيفهم من الشخصية ان دي لو اصطادتها عمرها ما هتقول لحد، فتتم عملية الاصطياد. الموضوع كان سهل، بيبعت رابط يا اما في فيديو يا اما في هدية يا اما في مكافأة، وفعلا لما بيدخلوا على الرابط بيحصلوا على حاجة دي عشان ما يبقاش في اي شك ان الرابط ده كان رابط خبيث. بس الحقيقة ان مجرد ما بيتضغط على الرابط ده التليفون راح، كل حاجة موجودة على التليفون وصلت للهاكر في ثانية. وبعد ما يدخل موبايل البنت تبدأ عملية الصيد، ياخد كل الصور وكل الفيديوهات اللي موجودة وحتى أرقام التليفونات اللي متسجلة عندها عشان يقدر إن هو يبتزها بيهم، ويبعت لها الرسالة الشهيرة: معايا الصور، يا تدفعي يا فلان وفلان وفلان هيشوفوا كل حاجة. المجرم كان واثق ان مفيش اي حد هيتكلم لان دي حاجة محرجة جدا. البنت اتصورت صور في البيت مش مناسبة، البنت كانت بتعمل ده لنفسها، بس للأسف ما كانتش تعرف ان ده هيتم استغلاله ضدها. وبما ان الموضوع محرج فعمرها ما هتقدر ان هي تتكلم مع اهلها او مع اي حد، وهنا تبقى وقعت في المصيدة. الغريب في التحقيقات ان الفلوس كلها ما كانتش مصرية، كان في عملات اجنبية كمان. وده نبه الجهات المختصة ان من الممكن ان الحيلة دي ما تكونش بس بتتعمل على البنات المصريات، دي كمان بتتعمل على الاجانب. وده خلى التحقيق ياخد بعد تاني. اي نعم احنا مش عارفين هو فين، لكن التحقيق ده تحقيق كبير، بنتكلم على دول مختلفة، وبدأ يبقى فيه تعاون مع جهازات الاستخبارات المختلفة من دول مختلفة، كلهم بيبحثوا عن المفترس. التحقيق وصل للرقابة الإدارية وتم التعاون مع جهات حكومية مختلفة في بلاد مختلفة. بس مفترس الدلتا غلط غلطة واحدة، تخيل ان هم كلهم هيبقوا ساكتين وهيدفعوا الفلوس وخلاص. ما كانش يعرف ان في ناس فيهم كانت ناوية تبلغ بلاغ ورا بلاغ ورا بلاغ من بنات قاصرات في دول مختلفة، والتحقيق بدأ ياخد منحنى تاني. المفترس كان مسمي نفسه الفارس الأسود. المحققين بدأوا إن هم يربطوا الحسابات المختلفة اللي بتقوم بنفس العمل ده ويربطوها ببعض ويشوفوا هل في أي صلة مختلفة ما بينهم ولا لا. وكل الطرق الرقمية كانت بتقود إلى مكان واحد، جهاز واحد، شخص واحد. والغريب إنه كان في مصر، في واحدة من محافظات الدلتا. ال FBI والأجهزة الأمنية في مصر عملوا تعاون مشترك وقدروا عن طريق الأدلة الرقمية إن هم يحددوا المكان بالضبط بتاع مفترس الدلتا. وفي نهاية الخط وصلنا لشقة عادية دهمتها قوات الأمن. والغريب راجل عادي جدا، شكله طبيعي، حتى الناس اللي كانوا ساكنين حواليه من جيرانه ما بيقولوش عليه إن هو في أي حاجة غريبة، إنسان طبيعي جدا. قوات الأمن دهمت المكان وتحفظت على أجهزة الموبايل والكمبيوتر اللي كانوا موجودين، وبفحص الأجهزة اتأكدوا إن هو ده الفارس الأسود مفترس الدلتا. الملف اتقدم للنيابة العامة، والجميل إن التهمة ما كانتش مجرد بس اختراق إلكتروني، التهم كانت الابتزاز، إساءة جنسية عبر الإنترنت، والإتجار في البشر. الحكم الأول صدر ب5 سنين، بس النيابة العامة استأنفت الحكم. المحكمة النهائية حكمت بالسجن 15 سنة وغرامة 4 مليون جنيه. وفي لحظة انتهى مفترس الدلتا. دي رسالة لكل البنات: ما تتصوريش أي صور عندك على الموبايل انت ما ترضيش ان باباكي او مامتك او اي حد من اهلك وقرايبك يشوفها، لان احتمالية ان الصور دي تنتشر على الملأ عالية جدا. وفي قضايا كتير جدا حصلت تم فيها سرقة تليفونات بنات والبيانات بتاعتهم، وللأسف اتباعت على النت بفلوس. النصيحة التانية للأهل: حتى لو البنت عملت حاجة كبيرة جدا سيبوا لها متنفس ان هي تتكلم معاكوا، لان ممكن انتوا تحلوا الموضوع مع بعض بدل ما الموضوع يخرج عن السيطرة. يمكن القضية اتحسمت ومفترس الدلتا اتقبض عليه، بس في مجرمين كتير جدا لسه ما اتقبضش عليهم.